السلام عليكم البنات، واش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير. جيتكم اليوم فيديو جديد ووصفه جديده. الوصفه تاع نهار اليوم واللي هي مملحه سهله اقتصاديه بلا عجين وبواحد لافخص البنات، واحد الحاشو بلا طياب واقتصاديه البنات. هنا حبيباتي نبداو لا فيديو تاعنا بالصلاه والسلام على الحبيب مصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. واكيد الى عجبتكم الوصفه تاع نهار اليوم ما تنساوش تخلوا لي جيم او كومونتير وتشتركوا في القناه. واش نحتاجو في الوصفه تاع نهار اليوم؟ نحتاجو اول حاجه نبداو بها هي الحاشو. هنا عندنا حبه تاع زرونيه كانت كبيره كنت رابيتها، كما قادرين نديروا زوج حبات، يعني كل واحد يدير الكميه اللي راه حابه. ضفت له هنايا 4 حبات تاع البيض كنت غليتهم في الماء ورابيتهم. دائما نقول لكم البنات الحاشو يبقى اختياري، تنقصي عفايس كما قادره تزيدي عفايس اللي تحبيها. هنا ضفت يعني كميه قليله من الزيتون الاخضر كنت قطعته دوائر صغار، ونضيفوا علبه نتاع طوماط البنات، وضفت كميه من الفرماج رابي. نخلطوا كلش مع بعضهم مليح. ومن بعدها نبداو نشكلو في المملحات نتاعنا. هنا المملحات تاعنا اليوم بلا عجين بلا تعب وبلا دلك. رايحين نحتاجو فيها هي الديول. تجيبي اي نوعيه تاع ديول تكون عندك البنات، ليسونسيال تكون نوعيه يعني مليحه ما تتكسرش معاك. انا كنت جبت انا هاد النوعيه تاع الديول، ونبداو نشكلو في المملحات عفوا. الحبه الاولى يعني كانت لا فيديو حبست لي، دوك نعاود نشكل معاكم حبه واحده اخرى. نجيبو حبه تاع الديول ونبداو نديرو فيها الحشو، دوك تشوفوا بنفس الطريقه كيفاش شكلتها. نجيبوا الحبه تاع الديول تاعنا نديروا الحشو على جهه من تحت، نديروها شكل مربع ولا مستطيل، وكل واحد واش يحب يدير. درت معاها شويه فرماج مثلثات البنات، ونغلقوها بنفس الطريقه اللي راه موضحه عندكم في الفيديو البنات. انا كنت شكلتها شكل مستطيل البنات. نغلقوها وهنايا بلا ما نسكروا عليها يعني بالفارينه والماء. من بعد راح نكملوا طريقه تاع المملحات تاعنا. وبالنسبه للحشو قادرين نديروا الدجاج، قادرين نديروا يعني هذه العفايس تبقى دائما اختياري. كملت كامل بنفس الطريقه. على جهه جبت زوج حبات تاع البيض، درت لهم شويه تاع الملح. جبت على جهه ثاني فارينه كنت درت لها شويه تاع الملح، ونكهتها بشويه تاع العكري. خلطتها مليح ومن بعد نبداو نشكلو في المملحات. الخطره الاولى كنت درتها في البيض، يعني غمست هذيك الحبه تاع المملحه ولا تاع ديول، درتها في البيض ومن بعدها درتها في الفارينه، وعاودت رجعتها للبيض وعاودت رجعتها للفارينه. يعني درتها زوج خطرات في البيض وزوج خطرات في الفارينه. كيما قادرين نديروا خطره الاولى في البيض ومن بعدها فارينه ومن بعدها بيض ومن بعدها شابلور، راح تجي احسن واحسن البنات. انا كان شابلور خلاص يعني كذا ما كانش عندي، درتها زوج خطرات في البيض والفارينه تكفي. كملت كامل بنفس الطريقه، يعني درتهم في البيض ومن بعد فارينه ومن بعد بيض ومن بعد فارينه، ومن بعدها في الاخير نروحوا نقلوه. رحت سخنت زيت على جهه تكون كميه قليله من الزيت. النار تكون متوسطه، ما تكون عاليه باش ما تحرقناش يعني الديول، ما تكون ناقصه باش ما تشربناش الزيت. نقلي الحبات تاعي حتى ياخذوا اللون الذهبي. بعد ما نحيتهم من على الزيت حطيتهم في البابي باش يتشرب لي كامل هذاك الزيت. والطريقه تاع التقديم تبقى دائما اختياري، انا كنت قدمته مع القارص. شوفوا البنات يجوا بنه ولا اروع، خاصه هذاك الحشو يجوا بنان يا البنات. واذا درتوا لهم الشابلر راح يجوا احسن واحسن، يعني اذا مرمتوهم في الشابلر تجي البنه نتاعهم احسن واحسن، خاصه مع العصره تاع القارص. واش نقول لكم يا البنات واحد البنه ولا اروع. هنا حبيباتي وصلنا لنهايه لا فيديو. اكيد الى عجبتكم الوصفه تاعنا اليوم ما تنسوش تخلوا لي جيم او كومنتير وتشتركوا في القناه، وشكرا.